السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى اللي عايز يعرف الفرق بين كتكوت الشركات وكتكوت الأهالي. بص يا باشا في الفيديو اللي قدامك ده كويس قوي عشان تعرف الفرق. أولا نسبة التجانس ما تقلش عن 90%، زي ما انت شايف كده الفراخ كلها قدامك بتبقى واحد. كمان نسبة الديوك أعلى من نسبة البرابر، بتلاقي نسبة الديوك 60 65% وممكن أكتر كمان. بص في وش الفرخة هتلاقي الفراخ قدامك الوش أحمر، الريش مش مكتمل رغم إنها وزن تقيل، بسم الله ما شاء الله. هتلاقي الحيوية، المناعة، الحاجات دي تكمل معاك الدورة كويس أوي. الفرق مش كلام أو اسم شركة، يعني في أسامي كتير أوي للأسف بيتقال عليها شركات وهي مش شركات خالص، هي شغل أهالي وحاطة اسم، او شغلها للاسف، او شركه وشركه كبيره وللاسف تكتها مش بالجوده. فاحنا ما بندورش على الاسم قد ما احنا بندور على الجوده. الشركه هتلاقي كتاكيتك مش ملعوب فيها. يوم ما تستلم كتاكيتك هتلاقي متوسط الوزن مثلا عندك 40 جرام، هيبقى اصغر كتكوت 38 جرام واكبر كتكوت 43 44 جرام 45 جرام اقصى حاجه. انما الاهالي بتلاقي الكتاكيت كتكوت 30 جرام وكتكوت 50 جرام و55 جرام، لان ده شغل للاسف، والامهات مش واحده وكتاكيتك مش جايه من قطيع واحد، ودي بتبقى كارثه في الشغل لان المناعات مش واحده. فانت دور دايما على اسم الشركه، دور على الشركة مش بالاسم، الشركة اللي بتطلع لي منتج وجودة محترمة تكمل معايا الدورة. النهاردة يا جماعة الكتكوت مش في سعره بس، الكتكوت يفرق معاك كتير قوي في الدورة. الكتكوت من أهم المصادر اللي تقدر تخليك تحافظ على مالك في الظروف الحالية اللي هي سرطان البورصة. ليه؟ بتطلع وزن كويس بعلف أقل، كمان بتبقى معاك تجانس محترم، كمان معاك مناعات كويسة فالنافق قليل، كمان كتكوتك ما بيبقاش فيه صردة. ودول الأسباب اللي بتخليك تخسر في شغلانة الفراخ أو بتخلي ناس كتير تخسر: النافق العالي، الصردة، تكلفة العلاج لأن الكتكوت مريض، كمان زي ما قلنا قبل كده وأكتر من مرة، إن سبب كبير قوي من أسباب الخسارة في شغلانة الفراخ هي إنك تجيب كتكوت يخليك تعاني معاه طول الدورة، طلع لك نافق وصردة ويخليك تكلف علاج، كمان بقى ما بيستجيبش للأكل، يعني بياكل أكتر ما بيحول، ودي أكبر كارثة. إن يكون عندك فراخ وتاكل وما تحولش، دي الكارثة، وما تديكش الوزن المناسب. فمعامل التحويل مهم جدا في المسألة الربحية أو الشغل الربحي لدورة الفراخ. الأربع حاجات دول: كتكوت ما يكلفكش أدوية، كتكوت التجانس فيه عالي، كتكوت ما فيهوش صردة، ما فيهوش نافق، معامل التحويل فيه مظبوط، تطلع دورة مهما كان سعر البورصة نازلة، فانت هتطلع دورة ان شاء الله ربنا هيرضيك منها، تكسب منها، او على الاقل في اسوأ الظروف هتبقى لامم فلوسك اللي حطيتها في رأس المال. فحاول دايما لما تشتغل حتى لو هتنزل كتكوت اغلى جنيه واتنين جنيه بس تجيبه من مصدر كويس، اسم كويس قوي عشان يخدمك في حاجات كتير قوي. يعني معلش في ناس كتير قوي باعت ب 70 جنيه وخسرت، وفي ناس النهارده في عز التكلفه، والناس اللي بتعيط دي لا الحمد لله اللي مدخل كتكوت محترم حافظ معاه مفيش معاه معاناه في نافق في صرده. يا جماعه الكتاكيت والله العظيم احنا معانا دورات طالعه متكلفه 2 جنيه علاج، 3 جنيه تحصينات، و2 جنيه علاج، يعني 5 جنيه. وبسمع بره يقول لك الفرخه صرفه 12 جنيه و13 جنيه، وفي ناس اتكلمت في 15 جنيه تكلفه علاج، فدي كارثه. من 5 جنيه ل 12 جنيه فرق كبير قوي في تكلفه الفرخه. كمان تبص تلاقيه مدخل مثلا وليكن 5000، تبص تلاقيه مطلع لك 500 سردة و600 نافق، والكلام دي اسباب الخساره. 500 سردة لو فراخ سليمه النهارده يعني طن لحم ب 60000 جنيه، ماشي. النافق مثلا لو 400 لو 300 لو 500 مثلا وليكن زيهم، هتلاقيه ب 500 دول هيعملوا لك طن لحم ب 60000 جنيه، يبقى 120000 جنيه. ادي فرق. لو وفرت في ال 5000 دول في كل فرخه جنيه في الدواء، معلش هيفرق معاك برضه مبلغ. فهي سبب الخساره هنا مش البورصه، البورصه لما تطلع 2 جنيه، لو عندك 10 طن ب 20000 جنيه كسبتهم او خسرتهم، مش دي ابدا اللي هتبني عليها مكسبك وخسارتك. انما لما يبقى عندك نافق كبير قوي او عدد نافق كبير وصل معاك من ال 5000 ل 500 فرخ، فدي المصيبة، لأنك طن لحم ب60000 جنيه أنت بتكسبهمش. لو طلعت سردة نفس الوضع
معلش يعني ضيعت برضو من ايدك طن لحم، وبلاش نقول اكتر من طن، بس خلي طن لحم برضه ب60,000 جنيه، يبقى 120,000 جنيه. هتبيع لك شوية سردة ولا بتاع ب10 15,000 جنيه، هتلاقي نفسك خسران 75,000 جنيه انت ضيعتهم عشان توفر جنيه في ال5000 بتوعك. 5000 جنيه عشان تجيب كتكوت أقل جنيه، توفر 5000 جنيه، بتضيع على نفسك كتير قوي. أنا مش عاوز أقول أرقام ترعب يا جماعة. ال5000 في ناس طلعت من ال5000 دول نافق 1000، وسردة بقت فيهم 1000 وفيهم 800 وفيهم 900، يعني فوق ال200,000 جنيه ضيعهم من إيده، أو هم دول سبب الخسارة الحقيقية. إنما الجنيه في البورصة وال2 جنيه وال3 جنيه في العشرة في ال5000، يعني في 10 طن لحم مثلا ب10000 ب30,000 جنيه، مش فلوس في شغلانة الفراخ قصاد مقابل النافق اللي أنت ضيعته عليك، والسردة اللي طلعت وضاعت عليك. فأنت ضيعت كبير، جزء كبير قوي من شغلك، ده اللي ممكن يكسبك وده اللي ممكن يخسرك. قصة مش بورصة. في ناس كتير قوي هتعترض معايا على الكلام ده، بس والله العظيم علميا وحقيقي وبالتجارب وفي الشغل، هو ده سبب المكسب وسبب الخسارة. انك تطلع قطيع الناتج بتاعه مثلا 3 4% بالكتير قوي، كمان السردة من 0 ل1%، لا هتكسب حتى لو البورصة اقل من كده. الحمد لله الناس باعت ب60 جنيه ومدخلك.